لأعلى جودة استخدمي أرز وايت سوان للطهي. فاجئي عائلتك بوصفة السليق الحجازي هذه الليلة، إنها ببساطة لذيذة. لهذه الوصفة ستحتاجين 2.5 كوب من أرز وايت سوان مغسول ومنقوع. والمقادير التالية: ابدأي بغسل الدجاجة من الداخل والخارج دون نزع الجلد. بعد ذلك اقسمي الدجاجة إلى نصفين، ثم اسكبي 2 كوب من الماء الساخن في قدر. ضعي الدجاج فيه وأضيفي حب الهال وورق الغار، البصل، أعواد القرفة، الثوم والملح، ودعيه يصل للغليان. ثم اخفضي الحرارة واطهي الدجاج حتى ينضج وتصبح المرقة صافية اللون. أخرجي الدجاج من القدر وضعيه في طبق مقاوم لحرارة الفرن. صفي المرقة واتركيها جانباً. لشواء الدجاج نخلط معجون الطماطم، البهارات المشكلة وقليل من الزيت. اخلطيهم جيداً، ثم ادهني الدجاج بالصلصة. اشوي الدجاج في الفرن حتى يصبح ذهبي اللون. لتحضير الصلصة التي ستقدميها مع الدجاج، ضعي معجون الطماطم الطازج المطحونة في الخلاط الكهربائي مع مرقة الماجي، الكزبرة، البصل، الثوم، الفلفل الحار، الملح والفلفل الأسود. اخلطيهم جيداً واتركيه جانباً. بعد ذلك دعي مرقة الدجاج المصفاة تصل لدرجة الغليان، وأضيفي أرز وايت سوان. وحالما يبدأ الأرز بالنضج أضيفي الحليب والمستكة. اخفضي الحرارة واتركيهم ليطهوا على نار هادئة. حالما ينضج الأرز ويصبح غليظ نطفئ النار من تحته. نجهز طبق التقديم المناسب للسليق ونسكبه ونضع فوقه الدجاج المشوي وبجانبه الصلصة. طبق السليق الحجازي اللذيذ أصبح الآن جاهزاً لتستمتعوا بلذته. مع وايت سوان مائدتك ألوان. للمزيد من الوصفات الشهية تابعونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.